السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ في أي حاجة صلي على النبي الأول زي ما أنت متعود. النهاردة بقى أبطال احنا خلصنا الحمد لله الكورس بتاعنا، المعسكر الأول والمعسكر التاني والمعسكر التالت، وأخدنا فرم منهج أولى وتانية، فرم نص منهج سنة تالتة، فرم النص الأخير منهج سنة تالتة. ندخل بقى على ورش الحل. عامل لك كده نظام موضوع موجود فيه حل 4 ورش حل، قطع، مواقف، إيميلات وموضوعات والقواعد. تمام كده. أول ورشة النهاردة اللي هي القطع، هتلاقي 4 ورش حل. بعد كده هتلاقي 40 امتحان. تمام، يعني خلاص انت شطبت الكورس بتاعك. هتلاقي 4 ورش حل وكمان خفاف. بعد تفكير طويل اكتشفت ان انا بعد ما كنت احل معاك كتير قوي في ورش الحل دي بالذات، حبيت اخفف الموضوع، حبيت استغل ورش الحل كانها ورشه حل فعلا. بص انا رافع ايديا ازاي وبتاع، احنا جايين نتعارك هنا، فاهم؟ هنقعد على هدوء وبتاع ونظبط دنيتنا ونركز في انا هقوله، لان الحاجات اللي انا هقولها مهمه. طيب يبقى احنا ايه اللي فاضل في الكورس بتاعنا؟ ولا اي حاجه. انت لو ذاكرت معسكر الاول والتاني والتالت، ورش الحل بتقول ايه؟ 4 ورش حل على اجزاء الايه؟ الامتحان. اجزاء الامتحان قطع، مواقف، قواعد، ايميل الموضوع. يبقى 4 ورش حل. كل ورشه حل ان شاء الله نحاول النهارده ورشه حل دي من نص ساعه لساعه، مش هطول عليك خالص عشان انت تسمعها. حتى لو قريت السرعه تبقى انت مبسوط. اللي جاي الموقف هحل معاك سكه 100 مثلا تقريبا يعني، اللي بعدها رينج 100 برضه، اللي بعدها 10 ايميلات مثلا، 10 موضوعات تقريبا يعني. طيب وممكن كمان الغي معاك الايميل والموضوع، بس ممكن الغيه ممكن ما الغيش، هنشوف مع بعض. طيب يلا بينا. بالنسبه للي بعد كده ال 40 امتحان. 40 امتحان يبقوا ازاي؟ 20 امتحان عام، 10 امتحانات ازهر، 10 امتحانات السودان. ويا جماعه لو انت دلوقتي بتسمعني وانت في كورس العظمه يا صديقي، ورش الحل دي موجوده هنا. مش محتاج تشترك في الكورس المنفصل عشان في ناس كتير سألت. مش محتاج تشترك في الكورس المنفصل اللي هو بتاع حل الشوامل. حل الشوامل ده كورس كنا احنا عاملينه للطلبة اللي كانت بتشترك في أجزاء. يعني أنت طالب اشترك في جزء بس، اشترك في جزء واحد، مثلا منهج سنة أولى، منهج سنة تانية، اشترك في منهج سنة تالتة، أخد ال3 أجزاء بس، خلاص الجزء، بعد كده راح اشترك في جزء، بعد كده راح اشترك في جزء. فده احنا عاملينه عشانه. لكن أنت معاك كورس العظمة ومعاك ال3 معسكرات ومعاك الإيه؟ ومعاك ورش الحل وال40 امتحان. طب لو انت في المراجعه النهائيه نفس الفكره، معاك بالظبط ال3 معسكرات، ال40 امتحان وورش الحل بس. فلو انت في المراجعه النهائيه، في كورس المراجعه النهائيه، او انت دلوقتي بتسمعني عشان انا منزل لك الورش الحل دي في المراجعه النهائيه ومنزلها لك في كورس العظمه، لو انت مشترك هنا وانت مشترك هنا، انت كده معاك الايه؟ الحاجات دي، مش محتاج تشترك حاجه تاني. تمام؟ الا بقى لو انت هتشترك في معسكر الانقاذ اللي احنا هننزله. معسكر الانقاذ ده هيكون 5 محاضرات هيلموا المنهج كامل. 5 محاضرات انا قاتل نفسي فيهم، وقتهم قليل قوي، وقتهم من رينج 3 ساعات ل4 ساعات. حلل فيهم 1000 سؤال مختلفين خالص عن اللي في كورس العظمه وكورس المراجعه النهائيه واي حاجه احنا عملناها قبل كده خلال 5-6 شهور اللي فاتوا. 5 محاضرات. المحاضره الاولى وثانيه، محاضره 4 اجزاء بتوع منهج سنه ثالثه عاملين 4 محاضرات. كل محاضره تقريبا بالظبط من غير اي مجامله تقريبا بالظبط 200 سؤال. ماشي. ده كورس الانقاذ، ده هنخليه للطلبه، نزلوه في شهر 5 عشان الطلبه الضايعه. انت اشتركت في كورس الانقاذ وضايع، اشتركت في المعسكر في كورس العظمه وضايع وما عرفتش تلم، تعالى كورس الانقاذ. انت اشتركت في المراجعه النهائيه وضايع، تعالى معسكر الانقاذ. تمام؟ انت ماشي لحد هنا وذاكرت وظبطت دنيتك والدنيا تمام، كمل يا باشا. ماشي، يلا بينا. يقول لك ايه بقى؟ اخر حاجه، طبعا انا كنت عامل حساب في ورشه القطع ديت، ورشه حل القطع كنت عامل لك 25 قطعه، بل 26 والله. لا، قلت لا، بالعكس انا هحل 3 ساعات مع الطالب على الفاضي. ولو حل 3 ساعات قطع و3 ساعات ايميل و3 ساعات موضوع، ده هيكرهني ويكره الفرنساوي. احنا اصلا عصرنا نفسنا وحل 3000 سؤال في ال3 معسكرات، المعسكر الاول والثاني والثالث. هنا بقى هنعمل حاجه حلوه، هديك 6 قطع بس ال6 قطع في الجو، في الجو هتلاقي ان القطعه داخله في ماضي مركب، داخله في المضارع، داخله في الوحده الاولى، داخله في منهج سنه ثالثه النص الاخير، داخله في منهج سنه اولى، داخله في منهج سنه ثانيه. فانت بتلم. اصبح ان ال6 قطع افضل من حل 50 قطعه. تمام؟ يلا بينا. بيقول لك ايه بقى؟ طبعا انت عايزك تلاحق، انت ما بتبصش ورش الحل دي، احنا بنقزقز لب كده مع بعض. ها، انا عايزك تلاحق على الامتحانات اللي 40 امتحان. هتموت. يلا بينا. ولو انت عام او اصغر ما تقلقش، مش صعبين والله، بهزر معاك، امتحانات كتير يعني. على فكره معلومه ثانيه برضه بمناسبه احنا بنتكلم عن الحل، وانا حرقت كهرباء كتير، انا بقالي بتاع 6 7 10 دقايق بتكلم. وانت لما خلصت، لو انت دلوقتي
جاي في الاخر. يعني دلوقتي انا عارف الطلبه معانا ماشيه من شهر 4 دلوقتي، المفروض تكون انت بتسمع مثلا في شهر 4 مثلا معسكرات الورش الحل. لو انت بتلم المنهج في شهر 5 او اشتركت معانا في 5 عادي تمام. احنا اصلا الكورس متاح تقدر تشترك فيه في نص 4، في اخر 4، في اخر 5، في نص 5 عادي. طيب انا عملت كده وخففت ليه؟ عشان الطلبه اللي هتيجي متاخر تقدر تلم كل حاجه. اخر معلومه بقى، وانت في ال 40 امتحان مش لازم تحلهم كلهم على فكره. انا هنزل لك ال 40 امتحان في 5 6 محاضرات. هكتب لك مثلا 7 امتحانات، اول محاضره 7 امتحانات، اللي بعدها 7 امتحانات، اللي بعدها مثلا 10 امتحانات، يبقى انت بتجمع ال 40 امتحان. طيب مش لازم يا صديقي تحل ال 40. لو انت خلصت بدري ومعاك وقت حل ال 40 وانا والله احييك وشابوه. طب انت خلصت متاخر مش لازم تحل 40. افضل حاجه تحلها، افضل حاجه حل امتحانات من اول 2017 لحد 2023 ده لو انت عام. طب بتوع الازهر، لو انت ازهر ومشترك معانا، احنا معانا ناس كتير ازهر، حل من اول 2017 لحد 2023 الازهر. طبعا لو انت سوداني، مفيش حد سوداني يعني يبقى خدهم معاك اي حاجه. بس انت يا صديقي لو خلصت الثلاث معسكرات وما بصيتش على ورش الحل برضه، على فكره مش مهم ورش الحل، خلي بالك قد ما الامتحانات بتاعت ثانويه عامه مهمه. لو انت خلصت الثلاث معسكرات ووقتك متاخر دلوقتي، انا اهو اتكلم معاك اهو وقتك متاخر، ما عندكش وقت وانت لسه في 5 او جاي هتسمع الكورس ده في 6، روح على حل الامتحان بسرعه وما تسمعش ورش الحل. تمام؟ يلا الامتحانات هتطمنك. خلصت الثلاث معسكرات، الحل بتاع 7 8 امتحانات ثانويه عامه، هتطمن بص في الجو، وهتعرف ان هم سهلين وان شاء الله تجيب 40 من 40. هتشوف. حرقت كهرباء كتير انا. يلا بينا. جو مابيل دانيال، انا اسمي دانيال. حلو، دانيال جون. ركز بقى معايا قوي عشان هوقعك ونتلخبط ونروح ونيجي مع بعض. انا ما اعرفش حاجه، انا زيك، احنا على الابيض انا وانت. جو سوي ان جون، انا اكون شاب فرنسي دو 18 عندي 18 سنه. جابيت، أنا أسكن أو أعيش باريس، في باريس. ركز يا صديقي. لا كابيتال، الكابيتال العاصمة دو لا فرنسا، عاصمة فرنسا. جيم بوكو، أنا بحب كتير فواياجي، أن أسافر. يبقى أنا عايش في باريس عاصمة فرنسا وأنا بحب كتير السفر. جي فيزيتي، قلب على الماضي مركب أهو. جي فيزيتي بوكو دو بي، أنا زرت كتير من الدول. بي يعني دول. كل كلمة بفضل اللي أخدناها. أدي الأول بقول لك ترجم الكلمة دي عشان ما خدناهاش. دو موند، من العالم. يبقى انا بسافر دول كتير، انت سافرت دول كتير من العالم. اون فاكونس، في الاجازه ديتي، اجازه الصيف. ديرني، اجازه الصيف الماضي. جي باسي، انا قضيت دو سومين اون ايجيبت، قعدت اسبوعين في مصر. جي فواياجي، انا سافرت افيك ما فامي، مع عائلتي. اون افيون، بالطياره. وركز في القطعه، هتحس ان القطعه عدت على اجزاء المنهج كلها. جو مابيل، انا اسمي دي من سنه اولى. بص جون فرنسي 18 سنة، أسكن أو أعيش. ده كده أنت دخلت في المضارع ودخلت في الحتة بتاعت الإيه؟ السكن والأماكن. دخلت في منهج سنة تانية. كابيتال عاصمة فرنسا، أنا بحب كتير السفر دخلنا في الوحدة الرابعة منهج سنة تالتة، يعني آخر جزء منهج سنة تالتة. أنا سافرت كتير دول كتير. ده أنت كده رجعت الوحدة التالتة في منهج سنة تالتة. طيب كمل. أنا قضيت كتير وأنا سافرت كتير بالأفيون مع عائلتي بالطيارة. وسائل المواصلات آخر جزء في الوحدة الرابعة. من الآخر قطعة بتلم معاك المنهج كله، فرنسا كله. فأنت لما تحل 6 أحسن ما تحل 60 وتركز فيهم. فبالله عليك ركز، لو أنت عندك وقت ركز. شوف أنا بعمل إيه. يلا. لا هناك، لا يعني هناك. جي فيزيتي، أنا زرت بوكو دو سيت، كتير من السايت، من المواقع تورستيك السياحية. أسوان، في أسوان. إيه الأقصر. يبقى إيه الحكاية؟ أنا بحب كتير السفر. أنا بعيد وأزيد معاك تاني، مش عشانك. أنا زرت كتير من الدول في العالم. في أجازة الصيف الماضي أنا قعدت أسبوعين في مصر. أنا سافرت مع عائلتي بالطيارة. هناك أنا قضيت وقت حلو وزرت أماكن سياحية زي في أسوان والأقصر. تمام كده. إتي، هذا الصيف جينيال. إتي جينيال، هذا الصيف كان رائع. الصيف اللي أنا قضيت فيه ده كان جميل. جي بيان، أنا امتلكت بيان لي بلا. ركز. أنا عندي بيان لي بلا، أنا حبيت بشكل جيد البلا، الأطباق لي ديسير والحلويات إيجيبسيان المصرية. مامير، تمام، أمي في دي بلا، الأطباق أو الأكلات الإيجيبسيان المصرية على ميزون. ده مامتي بتعمل الأطباق ديت المصرية في المنزل.
لون اون يعني العام، بروشان يعني العام الجاي او القادم. جو في فيزيتي مستقبل قريب، رجعنا للجزء بتاع سنة تانية ثانوي، مستقبل قريب. أرجنتين، الأرجنتين، في الأرجنتين أنا سوف أزور الأرجنتين بور لكي ميجو سبورتيف الرياضة بقى وبتاع مش عارف ايه. الواحدة الأولى معاك سنة تالتة. جادور لسبور اكستريم، أنا أعشق الرياضات الخطرة. الواحدة الأولى معاك سنة تالتة. قطعة صديقة عدت على الملك حتة وده اللي هيعمله لك في الامتحان. سورتو خصوصا لو في تي تي اللي هي ركوب الدراجات في الأماكن الصعبة. سامودون هو هذا يعطيني دو لادرينالين، يديني الأدرينالين. اي دو لينرجي والطاقة. جو منوي أنا بنزعج بزعل. كون عندما جو براتيك أنا أمارس أن سبور كلاسيك، ببقى متضايق لما بمارس رياضة هادية. يبقى الواد ده بيحب الخطر، بيحب التكسير وكده. الويكند، في الويكند والريف وبتاع، دخلنا على الوحدة التالتة. جيم ألي تمام كده. ونسيت أقول لك بمناسبة الأطباق والأكلات والكلام ده، يبقى الوحدة التالتة في منك سنة تالتة. كنت عدد عليك على كل حاجة. أنا أحب أن أذهب على كومباني إلى الريف بور باندر يعني يرسم، لكي أرسم لا ناتور الطبيعة. وفعل يرسم ده كان معنا في منك سنة أولى وتانية لو أنت فاكر. لا هناك جو ناج أنا أعوم دون لاك في البحيرة افيك مي كوبان مع أصدقائي دون ما فيل في المدينة. جو مو ديبلاس أنا أتنقل أون مترو بالمترو. سي بلو رابيد إنه سريع كو لو تاكسي أكتر من التاكسي. ده جزء وسائل المواصلات. بفضل الله قطعة تافهة وجميلة. كنت بتحل القطعة إزاي؟ كنت بتقرأها مرة، تاني مرة بتطلع الكلمات الصعبة اللي أنت مش عارفها، وده وارد عادي. يعني ممكن لقيت 5 6 7 كلمات مش عارفهم، عادي، اوعى تزعل، عادي. انا حليت قطع على فكره في امتحانات كتير وانا كنت في ثانويه عامه من غير ما اعرف كلمات كتير، فالموضوع مش مقياس. تالت حاجه بتاخد السؤال من تحت، مثلا اهو السؤال تشوف زيه فوق كان فين، السطر التاني، السطر التالت، السطر الرابع، وتحل زيه. طبعا الكلام ده انتوا عارفينه عشان احنا ظبطنا الدنيا كل حاجه، وانت عارف طريقه الحل كتير، حلينا اكتر من 30 40 قطعه على مدار المعسكرات. يلا بينا. لون بروشان العام القادم دانيال فافوياجي سوف يسافر ايه؟ طيب انا ممكن ادور معاك كتير، بس انا عشان دي سؤال سهل مفيهوش لعبه. قال لك اهو دور على كلمه بروشان. قال لك اون بروشان اهي، بص اون بروشان. جو في فيزيتي الارجنتين انا سوف اسافر الارجنتين، تبقى اون ارجنتين. طيب دانيال ام بوكو بيحب كتير ايه؟ تعال نشوف. قال لك انا بحب كتير ام بوكو فواياجي اهو، بحب كتير السفر. كمل. كان بيحب كتير ايه تاني اهو؟ كمل. جيم بيان انا بحب كتير لي بلا الاطباق ايه لي ديسير جيبسيان الاطباق والحاجات المصريه. طيب كويزين الطبخ المصري. سبور كلاسيك الرياضات التقليديه، اصلا غلط، هو بيحب الخطر. طيب لا ميوزيك الموسيقى مش عارف. طب تعال نكمل. انا بقى هلغي اللي في القطعه ده كله عشان لما ندور براحتنا. يلا بينا عشان انت هتتلخبط معايا، فانا عايزك تركز قوي. يبقى احنا اول حاجه قلنا عليها ايه؟ كان بيحب ايه؟ بيحب السفر. ما جبناش سيره السفر هنا. طيب كم؟ مفيش كلمه بيحب اهو. بص انا عايزك تدور كده في الامتحان، انا على فكره عارف الاجابه، ركز معايا اهو. لا هناك انا اهو سافرت رحت اماكن الاقصر واسوان والمكان كان كويس. جيم بيان بحب كويس الاطباق والحلويات المصريه، يبقى دي تاني حاجه بيحبها. ركز بقى وقارن بالسؤال. محدش قسما بالله العظيم هيعمل معاك كده. ركز يا صاحبي عشان تجيب 40 من 40. فرنساوي سهل. مامير في دي بلا بتعمل الأطباق الإيجيبسيان المصرية في المنزل وبتاع. أنا سوف أزور الأرجنتين لميول رياضية. أنا بعشق الرياضات الخطرة وبكره الرياضات الكلاسيكية اللي هي التقليدية اللي مش بتسبب خطر. جيم ألي على كومباني أهو ام دور على حاجة اللي هو بيحبها. أنا بحب أن أذهب إلى الريف. في هنا حاجة تبع الريف؟ لا. كم؟ أنا بحب الطبيعة عشان أرسم الطبيعة. أنا بعوم في البحيرة مع أصدقائي. أنا أتنقل بالمترو نو بس. يبقى الموسيقى غلط، ما جبناش سيرة الموسيقى في القطعة. لا ليكتور قراءة، ما جبناش سيرة القراءة. الواد ده أصلا كان بيحب الخطر. هيحب حاجة خطر هيقرأ إزاي؟ مش جاي معاه سكة. مفيش غير مين؟ لا كويزين عن الطبخ جيبسيان المصري. لو أنت ما عملتش كده في الامتحان هتتلخبط. بس الموسيقى كده صعب، بالعكس ده أسهل طريقة يعني. السؤال المباشر هعمل معاك كده، السؤال اللي مش مباشر يعني أنفيل في المدينة دانيال سو دي بلاس ده مباشر. بص في المدينة هو قال لك أهو دون مافيل في المدينة أنا أتنقل بالمترو، تبقى الإجابة بالمترو. تمام. يلا دانيال
ايه فونو اللي هو فعل فينير يأتي، بس هنا في الماضي مركب. أتى اون ايجيبت، أتى إلى مصر مع مين؟ تعال نشوف. هو قال لك اهو أنا أكون شاب فرنساوي وأنا بسكن في باريس اللي هي عاصمة فرنسا، أنا بحب كتير السفر وأنا زرت بص دول كتيرة في الأجازة الماضية، وأنا قضيت أسبوعين في مصر. كمل. جي فواياجي، أنا سافرت افيك ما فامي مع عائلتي، يبقى هي في شكل عيلة. تمام. افيك سون فرير بس مع أخوه؟ لا. جروب دامي، جروب من الأصدقاء؟ لا. افيك سي بارون مع والدي؟ صح. بس ميسيو قال لك ما قالش كلمة العيلة، مع والديه يعني العيلة يعني. طيب عشان في ناس بتفكر غلط. دانيال فانوال بور ديسين يعني يروح فين عشان يرسم. بص بقى ده اللي بيحصل في امتحان ثانوية عامة كل سنة. هو جاب لك فوق فعل باندر، هيروح فين؟ هيروح الريف عشان يرسم. فعل باندر يرسم بيساوي ديسيني، واحنا الحمد لله بفضل الله اخدناهم في المنهج. اخدناهم في منهج اولى وثانيه لو انت فاكر اول الكلمات اللي اديتها لك المعسكر الاول، واخدناهم في الوحده الثالثه منهج سنه ثالثه. حلو. يبقى هو جاب لك هنا باندر، فعل باندر على اشطب لك بس عشان انت ممكن تكون نايم. باندر يعني يرسم، وجاب لك هنا برضه يرسم. يبقى هو كان بيروح فين؟ كان بيروح الريف اللي هو الكومباني، ما جابلكش كلمه الريف، تبقى الفيلاج. تمام، اللي هي القريه. طيب هنا ممكن يكون جايب لك الفيرم المزرعه، جاب لك فيرم؟ لا، لو قال لك الفيرم تبقى الفيرم اللي هي المزرعه. طيب الفيرم هنا متكرر مرتين عادي يعني، ماشي. لون درني العام الماضي دانيال ا فيزيتي ليجيبت بور 2 سومين، قعد فيها اسبوعين. 2 سومين ده كان مباشر لما قال لك فوق انا زرت مصر لمده 2 سومين، اسبوعين. طبعا قطعه سهله جدا، بس قطعه في الجو يعني. القطعه دي لو في امتحان ثانويه عامه وجات لك قطعه جامده جدا، مباشره جدا وسهله جدا. ندخل على القطعه اللي بعدها، مش هطول عليك زي المره اللي فاتت. جو مابيل بيير، انا اسمي بيير لور. جو سوي ايبر سبورتيف. ايبر دي عملت لك هايبر يعني اكتر، سبورتيف رياضي، ده هو هايبر سبورتيف يعني رياضي قوي، رياضي اوفر. جو براتيك بوكو دو سبور، انا بمارس كتير من الايه؟ من رياضات. جو سوي باسيون يعني انا هاوي. بار لي سبور، هاوي للرياضات. دونجورو يعني رياضات، دونجورو يعني رياضات الخطرة، بعشق رياضات الخطر. جو شيرش أن أبحث توجور دايما دو لافونتور، افونتور يعني المغامرة، خدناها برضه. ايه دو لانرجي، انرجي الطاقة. بص قليل قوي لما بقولك تترجم حاجة، فاهم؟ ده دليل ان احنا الحمد لله بفضل ربنا اخدنا كل حاجة. اون هيفر في الشتاء، جو في انا اعمل، تمام كده، دو كامبينج، بعمل كامبينج، تمام كده. انا ممتني فين؟ في الجبل. بور اون سومين لمدة اسبوع. حلو. جو في دو سكي، انا بمارس السكي افيك ان جروب، مع بعض ايه؟ جروب دو كوبان، جروب من الزملاء، جروب من الصحاب. اون فاكونس ديتي، في اجازة الصيف. جو في دو ليسكالاد، انا بمارس الاسكالاد. حلو. افيك مون كوزان، مع افيك مي كوزان، مع اولاد عمي. ايه مون جرون فرير، مع اخويا الصغير ولا الكبير؟ جرون كبير. جوليان. جو منوي انا انزعج. كون جو براتيك، انا لما بمارس ان سبور كلاسيك. سبور كلاسيك يعني رياضه تقليديه، زي ايه المره اللي فاتت؟ يبقى هو بيعشق رياضات الخطر، بينزعج او يزعل لما بيمارس رياضه هاديه مش بتسبب خطر. ما بوتيت سور، اختي الصغيره، نو سوبورت با لي سبور اكستريم. لي سبور اكستريم مش بتشجع، سوبورت الرياضات الايه؟ التقليديه. الفي دو لا ناتاسيون، تبقى اختي الصغيره لا تشجع رياضات الخطر، مش بتحب رياضة الخطر، هي بتمارس السباحة. حلوة السباحة. إليه لا شامبيون، هي بتكون بطلة دونيس. نيس دي مدينة فين؟ مدينة في فرنسا، زي مثلا اسكندرية والقاهرة والفيوم وكده. اون ناتاسيون، يبقى كانت البطلة في ايه؟ في السباحة في مدينة نيس. مي بارون والديها فون بارفوا دو ليكيتاسيون، بارفوا يعني أحيانا، بيمارسوا أحيانا إكيتاسيون اللي هي الفروسية. كون امتى؟ عندما إيروند بيتوجهوا أو يقوموا بزيارة فيزيت مي جرون بارون، أجدادي على كومباني. أحيانا بيمارسوها لما بيروح عند أجدادي في الكومباني في الريف. قطعة مباشرة وسهلة أوي. طيب بيير بيير يمتلك إيه؟ كم؟ اون سور أخت، إيه دو فرير وأخين. طيب أنت عندك مين؟ قالك أخوه جوليان وأخته، ما ذكرش غيرهم. ذكر حد تاني؟ يا عم أنا هفترض إنه ذكر حد تاني.
عم انا بشك في القطعه، هرجع للقطعه سطر سطر اهو. لا انا ما جابش سيره الاب والله. ايوه انا اكون هنا ولا خاطر اعمل زي ما بعد، مش بهزر. اهو لمده اسبوع انا بمارس الاسكي مع مجموعه الاصدقاء، انا بمارس مش عارف ايه مع اخويا، بالي اخ، وانا بمارس مش عارف ايه، وانا بشجع مش عارف ايه مع اختي، وهي مش بتشجع مش عارف ايه، وده انا في رحله اختي يبقى اخ واخت. بس ده تعمله لما تكون شاكك في حاجه، انا مش بعمل كده عشان تبقى اخ واخت، تبقى الاجابه دي. بعد كده بيير بارل دو، بيتكلم عن انت شايف ان هو الليله كلها عن ايه؟ عن الرياضه. سون روبا بريفيري، وجبه مفضله؟ لا. ابيليتي يعني عادات، ميوزيكال عادات موسيقيه؟ لا. جو سبورتيف ميول رياضيه؟ صح. لا سور اخت دو بيير سي تعرف، اخته كانت واخده بطوله في السباحه، وكانت بتعرف تمارس السباحه، فكل ده بتعمل في ناجي يعني تعوم، وده اللي بيعمله في معظم قطع امتحانات ثانويه عامه. يعني لو قال لك فوق ايه هي تحب ان تعوم، هيقول لك تحت ده بتمارس السباحه. طب لو قال لك فوق بتمارس السباحه، هيقول لك تحت يعني بتعمل ايه؟ تبقى بتعوم. جت في امتحانات ثانويه عامه لما نحلها مع بعض هتشوف على فكره الافكار دي انا مش بجيب حاجات من جيبي. كمل. لي بارون والدين دو بيير ساف يعني يعرفوا اللي هو فعل سافوار. حلو. بيعرفوا ان هم يمارسوا ايه؟ يعرفوا ان هم يمارسوا الايكيتاسيون الفروسيه. بص هنا هجيبها لك ايه بقى، بص فير دو الاسكالات، بيمارسوا الاسكالات تسلق الجبال؟ لا. مونتي شوفال؟ مونتي شوفال يعني يركبوا الحصان، ما يركبوا الحصان اللي هي ايه؟ اللي هي الايكيتاسيون الفروسيه. تمام. فهو ده اللي بيعمله في امتحان الثانويه العامه اللي انت شايفه اهو. بيير سوبور بيشجع ايه؟ السبور دو لوت، بيشجع العاب المصارعه؟ غلط. السبور اكستريم؟ رياضات الخطر، لان الرياضات الكلاسيكيه ما كانش بيحبها. رياضات النوتيك اللي هي المائيه ده اخته اللي كانت بتمارسها. طيب. بيير في دو الاسكالاد، بيمارس الاسكالاد افيك نقط. تعال نشوف. قال لك اهو فين اهو، انا بعمل كامبينج في المونتانيا، بعمل معسكر في الجبل لمده اسبوع، انا بمارس السكي مع جروب من اصدقائي في اجازه الصيف. ركز اهو. جو في دو الاسكالاد، انا بمارس الاسكالاد افيك مي كوزان، مع اولاد عمي. ركز قوي افيك مي كوزان اي مون جرون فرير جوليان، مع اولاد عمي واخويا جوليان. هنشوف هنا ولا ايه اهو. افيك سي بارون مع والديه؟ لا. افيك سا سور مع اخته؟ لا. افيك سي كوزان؟ مع والديه مع عيال عمه؟ قطعه سهله جدا بس كانت ممكن توقعك. يلا بينا صديقي. القطعه الثالثه، وانت ملاحظ ان احنا عدينا على افكار كتير وانت مبسوط لان القطعتين لموا لك حاجات كتير في المنهج كقطعه، وجابوا لك كلمات كتير من ايه؟ من اولى وثانيه وثالثه. يلا aujourd'hui النهارده مون بيتي فرير اخويا جوليان نو فا با لا يذهب à l'école المدرسه. il est très malade، هو يكون مالاد. très malade يعني تعبان جدا. sa température درجه حرارته ديباس تتخطى، عدت تمام كده 39. يا لهوي يعني 39 ده كده كتير. كام؟ il ne peut pas هو لا يستطيع bien marcher، لا يستطيع ان يمشي، مش بيقدر يمشي كويس. il a mal هو عنده ألم au ventre، عنده ألم في المعدة أو في البطن. et à la tête وفي الراس. ماشي. il tousse beaucoup يعني بيعطس. ممثل جامد أنا. حلو. بيعطس كتير. hier امبارح il a mangé beaucoup كل كتير دو شوكولا، أكل كتير شوكولاتة à l'anniversaire في عيد ميلاد دو نوتر سور بتاع أختنا مارتين. أختنا اسمها إيه؟ مارتين. مامي أمي اتري انكيت كانت قلقانة. انكيت ده ترجمة بمعنى يقلق. حلو. ايه مون بير ووالدي ابيل ينادي لو ميدسان، هو والدي بيتكلم او بينادي او بيدعي يعني الميدسان الطبيب. كي اللي الريف يوصل تمام كده تو دو سويت في نفس الوقت، يوصل بالظبط. الاكزامين هو فحص مون فرير اخويا اي دي وقال يعني مامي قال لها ايه بقى؟ عدت التعليمات خدي بالك منه شربي مش عارف ايه كده. دو لوي بريباري ان هي تجهز له. لوي دي بتعود على مين؟ على اخوه. دي بواسون شرب، المشروبات الشرب الحاره السخنه يعني حاجات سخنه، سوائل سخنه يعني. لو ميدسان دي الطبيب قال
que c'est la grippe إنها انفلونزا يعني زي السخونية مثلا. et que ce n'est pas grave ومش خطير يعني حاجة بسيطة. grave يعني خطير. il conseille بينصح à mon frère أخويا de ne pas manger ما ياكلش de dessert الحلويات et de rester وأن يبقى يمكث يعني يفضل au lit في السرير pour 2 ou 3 jours يقعد في السرير يومين أو 3 يرتاح يعني. mon père بابايا va à la pharmacie يذهب إلى الصيدلية pour acheter يشتري les médicaments il paie يعني يدفع 45 يورو. حلو 45 يورو دول كتير على فكرة بالعملة بتاعتنا الجنيه يعني. جوليان يجب doit s'absenter أن يغيب 3 jours de l'école من المدرسة. يجب أن يغيب 3 أيام من المدرسة. le médecin conseille à جوليان الطبيب ينصح جوليان دو نقط manger des desserts ياكل حلويات غلط. faire du sport غلط. rester au lit يبقى في السرير صح. من غير أصلا ما ترجع القطعة تختار دي. le père a payé دفع إيه؟ دفع 45 40 يعني 40 كده. احنا هنرجع لمنهج سنة أولى لو أنت فاكر. حلو 40 40 5 5 تبقى 45 تبقى 45 فين 45 اهي سهلة جدا. جوليان ايه مالاد جوليان بيكون تعبان بارسكيل ان ايه ان اكل كتير من الحلويات صح. قال لك هو اكل امبارح كتير من الشوكولاته في عيد ميلاد اختنا اسمها مارتين. باكل كتير من الجاتوهات صح. هنا تنفع عمال اوزوري عنده قلم في الودان لا. تومبي بارتير سقط على الارض لا. امونجي تو دو جاتو اكل كتير من الجاتو بس هو قال الشوكولاته فوق. ما هي الجاتوهات يعني اللي هي الحلويات يعني بالشوكولاتات بتاع. جوليان نو فا با الي لا يساو مش هيذهب اليكول بور لمدة 3 أيام لأن قال لك أهو سابسونت يعني يغيب 3 يعني 3 لمدة 3 أيام. طيب كمل يا صديقي. جوليان أمال عنده ألم فين؟ قال لك عندك ألم في الفونتر في المعدة وفي الراس. تبقى فين بقى الليلة ديت؟ تعال نشوف أهو. قالوا عنده ألم الأمال أو فونتر عنده ألم في المعدة إيه على تيت وفي الراس. طيب كمل على جنب في الساق لا. أودو في الظهر لا. أوزيو في العين لا. ألامان في الإيد لا. وده اللي أنا كنت بعمله يعني المفروض يعني ده كان أسلوب قديم لما كنت بشتغل مع الطلبة أيام زوم ولايف وكده. كنت بديله أسئلة غلط والطالب اللي كان بيجيبها كنت بديله مكافأة عشان أطلع له السؤال. الله ينور عليك أنت كده صح. هنمسح مثلا إجابة اللي هي ألامان تمام كده اللي هي في الإيد ونحط مكانها مثلا ألاتات في الراس تمام كده تبقى الإجابة ألاتات. فهو كان بيقعد يقرأ السؤال. الطالب اللي مركز السؤال ده بس بيكتشف إن السؤال صح بس إجابته اللي غلط فبيحذف واحدة ويحط واحدة عشان يكمل معنا السؤال. دي كنا بنعملها لما كنا بنشتغل على زوم واللي كان بيبقى بيركز فيها هو فعلا الطالب اللي مركز قوي. فأنت لو أنا كنت بقرأ وأنت مركز يبقى عايش. الله ينور عليك. إيير امبارح سيلبري سون انيفرسير كان بيحتفل بعيد ميلاد مين؟ مارتين. لأن قال لك هو أكل كتير من الشوكولاتة في عيد ميلاد مين؟ مارتين. قطعة سهلة جدا جدا ودي كانت القطعة رقم 3 اللي هي دخلت معانا برضو في أجزاء من الوحدة. لو أنت خدت بالك الوحدة الثالثة والرابعة دخلت في الوحدة الثالثة والرابعة. وكان بعض الحاجات كده بعض المأكولات اللي لما نصحها يعني بتديله حلويات وجاتوهات ومشروبات سخنة من الوحدة الثانية. فالحوار كان شامل معاك الوحدة الثانية والثالثة والرابعة اللي يعتبر التلتين منهج سنة تالتة. بعد كده سالو ليلي أهلا يا ليلي تمام كده. مو أنا سيمها إنها مها 17 سنة. جابيت ألكسندريا أنا عايشة في اسكندرية. سيتو بيل فيل إنها مدينة جميلة. كي دون سور يعني تطل على. لامير بتطل على البحر. جو سوي ليسيان يعني أنا في مدرسة ليسي مدرسة ثانوي يعني هي مثلا يعني في أولى في ثانية في ثالثة المهم إن هي في مرحلة ثانوية. دي أخدناها كتير. جيم بيان أنا بحب كتير مي كوبين صديقاتي إي مي بروفيسور اللي هي مدرسيني. دو كلاس سورتو خاصة مون بروف دو فرنسي خاصة مدرس فرنساوي يعني مسيو سعيد يعني خلاص بقى. إلي سامبا هو بيكون لطيف إي أكتيف ونشيط. والله يا خلاص مش كاتب عن نفسي كده خلاص بقى يعني. النوزاد هو بيساعدنا بقوة بيساعدنا كتير خلاص بقى مش أحمر.
اون ا شونجي، احنا غيرنا لو بروجرام دو فرونسي، غيرنا بروجرام فرنساوي سيت اني، هذه السنه احنا عملنا حاجات كتير فعلا. طول الموند كل الناس تروف تجد كيلي هو بيكون بلو فاسيل، الفرنساوي فاسيل سهل كو لونجلي، اسهل من الانجليزي، فعلا هو اسهل من الانجليزي. نوز افون نحن نجد 3 كور، ثلاث كور بار سومان، يعني نوز افون قصدي نحن نمتلك 3 حصص من الاسبوع، عندنا 3 حصص في الاسبوع. لو لاندي الاثنين، لو ميركودي الاربع، لو جودي الخميس. جو بارتيسيب اوز اكتيفيتي، انا بشارك في انشطه سكولير مدرسيه افيك نادا اي ميرا، مع ندى وميرا. مي ميور امي، صديقاتي المفضلات، يعني دول صديقاتي جامدين قوي. شاك ايفير، كل شتاء. جيم الي ا لوكسور، انا بحب اروح لوكسور. جو تي انفويي، انا بدعوك، تمام كده. شوف هي بتكلم مين بقى، بتكلم ليلي. سالو ليلي، يبقى مها بتكلم ليلي. طيب انا بدعوكي في هذا الايميل بور تو دير، لكي تقولي جو فو فيزيتي، ان انا اتمنى طافيل مارسيل اون اوت بروشان. يبقى اهو مش انا بدعوكي، معلش انا ترجمت الحته دي غلط، انفويي انا ببعت لك، برسل لك يعني هذا الايميل بور تو دير، لكي اقول لك كو يعني انا اتمنى، جو فو يعني اتمنى فيزيتي، ان ازور طافيل مدينتك مارسيل. مارسيليا دي مدينه في فرنسا برضه. اون اوت في شهر 8 اغسطس بروشان، اغسطس او 8 الجاي. بس ليلي باس سي فاكونس ديفير، ركز قوي، ركز عشان لو انت مركزتش تاخد على قفاك. هي مها اللي بتتكلمت لها موا سي مها، يبقى اللي بتحكي القطعه كلها مين؟ مها. بتكلم مين؟ ليلي. في اخر السطر قالت لها ايه؟ انا في اجازه الشتاء انا بروح الاقصر، بس انا ببعت لك عشان اللي جاي اروح معاكي مارسيليا. يبقى هي بقى ليلي دي تقضي اجازتها في مارسيليا. مارسيليا. تمام يا صديقي، كمل. بور مها، بالنسبه لمها لو فرونسي ايه، الفرنساوي بيكون ايه؟ فاسيل، كونتري فاسيل، سهل جدا. انت بتاخد مع مسيو سعيد يعني، مالهاش غرور بقى. الكسندري دون سور، اسكندريه بتطل على ايه؟ يعني من غير ما تكمل بتطل على البحر، هتبقى ان لاك، بحيره. ماشي، مش بحيره مسيو. ان فلوف، فلوف يعني نهر. اون ريفير، نهر. اوسيان، محيط. تبقى مسيو ايه دي؟ هي محيط ولا لاك؟ هي مش بحيره، يبقى انسب حاجه ليها اوسيان، اللي هو البحر، اللي هو شبه المير البحر، لان اوسيان ده تمام كده اللي هو محيط، زي المحيط مثلا الاطلنطي. ماشي، فاسكندريه مثلا اكنها بتطل على البحر ايه؟ المتوسط، فالبحر المتوسط ده داخل في ايه؟ في اللي هو جزء منه يعني داخل في المحيط الاطلنطي، فهي انسب حاجه. اوسيان محيط يعني، او كبحر كبير يعني، هي الوحيده اللي تنفع هنا على فكره. طب لو احنا شلناها وحطينا كلمه مير، بحر، تبقى بحر احسن. هو عمره في امتحان ثانويه عامه ما يجيب لك الحته دي، خلي بالك. احنا عشان شغلنا بنحب نشتغل الطالب شويه، بنحب نخلي الطالب يفكر، هنجيب الحته دي. لكن هو عمره ما يجيبها لك كده في امتحان ثانويه عامه، ما بيبقاش في حاجه فيها شك خالص، بقى الاجابات سهله. مها فا الي ا مارسيل، مها سوف تذهب الى مارسيليا، هتروح فين؟ اون اوت في شهر 8. طب شهر 8 ده هيكون فين؟ في الشتاء، تبقى اون ايفير، صح؟ شهر 8. طيب مسيو واحد يقول لي ايه؟ مش شهر 8 ده مسيو عندنا مش شتاء، ده شهر 8 ده صيف. انت صح، الحته دي لو انت مركزتش فيها تاخد على قفاك. طيب ركز، بس انا بقى هنا في اجابتين جدليين جامدين جدا. بص عشان انت تفكر فيهم، انت هنا هتقول ان شهر 8 اون اوت، شهر 8 في الصيف، لان احنا خدنا الفصول من 21/3 لحد 21/6 ده الربيع، من 21/6 لحد 21/9 ده الصيف، من 21/9 ل 21/12 ده الخريف، من 21/12 ل 21/3 تاني ده الشتاء. طيب انت هنا لو قلت في ايه؟ في شهر 8، فهتقول ان هو فين؟ في فصل الصيف، يبقى الاجابه دي ماشي صح. بس هي قالت لك بص مها انا في كل ايفير شتاء، في كل شتاء نغير اللون، انا بروح الاقصر، وانا ببعت لك هذا الايميل عشان اقول لك ان انا اتمنى ان انا ازور مدينتك في شهر 8 بروشان، شهر 8 الجاي، صح؟ شهر 8 الجاي يبقى ملهاش علاقه بالشتاء، يبقى عايزه تزورها في شهر 8، يبقى في الصيف. اوعى تتلخبط بالله عليك. طب واحد ممكن يقول لي ده رقم 1 يا مسيو، قلت لنا ان ليلي دي هتقضي اجازه الشتاء بتاعتها فين؟ في مارسيليا. ايوه ماشي، ما هو ليلي دي بتقضي اجازه الشتاء بتاعتها في مارسيليا في الصيف، في العصر، في الظهر، ما هي من مارسيليا بس. يلا بينا.
مها تمتلك يعني ده 17 سنة تبقى دي سيتون، أول واحدة هي فوق لو أنت فاكر. بعد كده ندى ومها ميرا بيحبوا يا صديقي. ميرا وندى دول كانوا أصدقاء مين؟ كانوا أصدقاء مها. كانوا بيحبوا يلا فير ديزاكتيفيتي سكولير، بيحبوا الأنشطة المدرسية. هي قالت هي بتحب تشارك بارتيسيب في الأنشطة المدرسية مع مين؟ مع ندى وميرا. طبعا قطعة سهلة جدا مباشرة، الحتة فيها التريكات اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعت الصيف وشهر 8 والشتاء والكلام ممكن توقعك، لكن هي كقطعة جميلة. ندخل في القطعة الرابعة، والحتة دي القطعة اللي فاتت دي ندخل في القطعة الخامسة قصدي. القطعة اللي فاتت دي كانت ممكن تشتغل أي حد، خلي بالك تشتغل أي حد، وكانت كتير بتلخبط الطلبة في امتحانات ثانوية عامة. يجيب لك حتة الصيف والشتاء والخريف، ويجيب لك شهر 7 مثلا يقول لك هو من فصل تمام. يلا دكتور بيير بريزونت بيحضر قصدي بيقدم بيقدم بروجرام، برنامج ميديكال، برنامج طبي على القناة شين تيلي، على القناة التلفزيونية. تمام. فرانس 25 يعني فرنسا 25 قناة اسمها كده. طيب الادرس هو بيحدد ماشي كل كونساي بعض النصائح او يوجه يعني او يتكلم عن بعض النصائح يعني معنى الكلام او سبيكتاتور للمتفرجين الناس اللي بتتفرج بور جاردي تمام كده لكي يلزم او يحافظ او يعني بينصحهم عشان يحافظوا عن كور تمام كده سان عشان يعملوا او يحافظوا على جسمهم السليم او يحافظوا انهم يعملوا جسم سليم. بس كور يعني جسم، سان يعني سليم، ان هم يكونوا او يعملوا جسم سليم. ده خلاصة الكلمة بترجمها لك بكذا معنى عشان انت تبقى فاهم. يلا بينا. ده بور في البداية فوق تمام كده يجب او يلزم دورمي ننام من 6 ل 8 من 6 ل 8 ساعات بوندون لا نوي اثناء الليل. نوي عن الليل. كامل يا عم نقول انا صالح يعني. دورمي تناموا توجور دايما دو بون في ساعة كويسة. ايه لافيفو تو وتستيقظوا لافيفو تستيقظوا تو مبكرا. تو يعني مبكرا. طيب بون مش ساعة كويسة بدري معناها بدري يعني انت لو ترجمتها الترجمة ساعة كويسة هنا بقى معناها بدري وتستيقظوا بدري برضه. طيب بخوني 3 خدوا 3 ربع تناولوا او كله يعني 3 وجبات ليجي 3 وجبات خفيفة. ايه اللي اكيليبر اللي هي متوازنة يبقى 3 وجبات ليجي خفيفة. اكيليبر اللي هي اليوم ما بتنضيش اكيليبر بار جور يبقى خد بالك 3 وجبات خفيفة ومتوازنة. سورتو لو بيتي ديجوني خاصة بيتي ديجوني اللي هو الفطار خاصة الفطار. طيب دون فوربا في وجباتكم ايفيتي تجنبوا لي بلا الاطباق جرا يعني السميكة الدهنية اللي فيها دهون. اللي الصودا اللي هي المشروبات الغازية. مونجي اسي دو ليجوم كلوا كتير من الخضار. دو فروي ومن الفاكهة. بروني ان بو دو سكر كلوا كتير من قصدي قليل ان بو دو يعني قليل من السكر. سي inutile يعني غير مفيد غير صحي pour le corps عشان الجسم. ادو يساعد جروسير فيت يساعد على التخلق بسرعة. حلو. فيت دو سبور مارسوا الرياضة ريجولارمون بار جور ومارسوا الرياضة بشكل متوازن يوميا ريجولارمون بانتظام. حلو. Je vous conseille أن أنصحكم دو براتيكي أن تمارسوا الجوجينج يعني الجري تجروا يعني أو السيكليزم اللي هي ركوب الدراجات أو العجل pour une demi-heure لمدة نص ساعة. طيب بوفي شربوا 3 و 4 لتر شربوا 3 أو 4 لترات يعني دو من المية بار جور يوميا. سي نيسيسير إنه مهم اوبليجاتوار ولازم يعني إجباري مش بمزاجكم زي حالتي كده ممكن اقعد 2-3 ما اشربش هودي نفسي في داهيه وهتلاقي منكم كتير يعني. طيب يلا بينا. طبعا الليله كلها نصائح فانت هتشوف الاجابه بتتكلم عن السؤال بيتكلم عن يطلع دور عليها في النصائح دي. فهي قطعه سهله بس انا حبيت اجيبها لك عشان اغير مود القطعه اللي احنا شغالين عليها. طيب دكتور بيير نو دوموند بيطلب مننا او بيسالنا في حاجه دو نقط سولوفيتو انا هلخص عليك اهو بدل ما نقعد نقرا. سولوفيتو يعني احنا نصحى مبكرا. بور افوار ان كور سان عشان نمتلك كور سان جسم سليم. اون دوا بروندر نحن نتناول
يبقى 3 وجبات يومية. طب 3 وجبات خفيفة تبقى 3 روبا ليجي، 3 وجبات ليجي خفيفة، لأن الأولى جراس سمكية أو سمينة أو سميكة. طيب pour être en forme، لكي نكون في حالة جيدة on doit prendre، نحن يجب أن نتناول نقط سكر، قليل من السكر، من غير ما نطلع أنا جبت لك النصائح كلها بنجز معاك. un peu de sucre. طيب dans nos repas، في وجباتنا نحن on doit éviter، يجب أن نتجنب éviter يعني نتجنب المواد الدهنية، تبقى matière grasse. طيب لأن فلويد حلوة، فواكه حلوة، الخضار حلو، المية حلوة 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 حلوة. دكتور بيير نو كونساي، ينصح من دون نقط بيان دورمين، ننام كويس صح. فوار دو صودا، نشرب صودا لا. فير دي سبور فيولون، نمارس الرياضات العنيفة لا. مونجي بوكو، ناكل كتير لا، قال لك كل خفيف، تبقى بيان دورمير، ننام كويس. طيب لو دوكيمون بريزونت، تقدم دي باساج، قطعة على ايه؟ اطلع لفوق، هي كانت قراءة عن ايه؟ على التلفزيون. طيب يبقى ارتيكل دو بريس، يعني مقالة في البريس في الصحافة، مش عارف لسه اقارن بين الاجابات لو انت جدع. اون انكات يعني استبيان او استطلاع رأي. سيونتيفيك يعني علمي، لا ده ما كانش استبيان او استطلاع رأي على فكرة، ده كان حاجة على التلفزيون. ان بلوج سور انترنت، بلوج على الانترنت، لا ده ما كانش على الانترنت، ده كان على التلفزيون. ايميسيون برنامج، اللي هي بتساوي كلمة بقى يسجلها عندك بروجرام. احنا خدنا كلمة بروجرام، سجل انت كلمة ايميسيون يعني قناة، وعلى فكرة خدناها واحنا بنحل قبل كده الحمد لله يعني. يلا فين اي بروجرام يعني قناة تلفزيونية، اللي هي ايميسيون برنامج تلفزيوني يعني، تبقى الإجابة دي. وعلى فكرة انت لو مركز هي فوق كان جايب لك كلمة تيلي صح؟ وانا كنت قايل لك كلمة تيلي تساوي كلمة تلفزيون في الشرح كتير، فانت لو شفت كلمة تيلي ومركز هتختار على طول تلفزيون وانت مغمض. فانا بس بفهمك ان انت لو مركز اصلا تركيزك لوحده هيجيب الاجابة. يلا بينا يا صديقي، اخر قطعة وباي باي ورشة الحل الاولى القطعة. وانا متأكد انك هتكون مبسوط قوي كمان لو انت مذاكر ومظبط دنيتك. حتى لو مش مذاكر كويس هتيجي على ورشة القطع هتلاقي في كلمات كتير بتتكرر معاك وانت بتحل بثقة، فهتلاقي ده كله هيفرق معاك. صدقني اول سنة نعمل النظام ده والحمد لله بفضل ربنا انا متأكد ان انا هفيدكم جامد 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 يعني. سالو ميراي، تمام كده؟ حلو. بيقول لك ايه بقى؟ يبقى ميراي، اهلا يا ميراي. مين اللي بتتكلم؟ اورفوار، وكاتبه في الاخر صوفي، اللي هي صوفي اللي بتتكلم. دون لا سواري في السهرة اونت ما بين 20 21 ولا 20 ولا 21 ولا 22، لا مالهاش علاقة، بين 20 21 اور، يعني من الساعة 20 و 21. وانا قلت لك عشان تجيب الساعة عندنا اطرح من 12، يعني اطرح نظام الساعة 24 في فرنسا، اطرح من الساعة بتاعتنا اللي هي نظام الساعة بتاعتنا 12، يبقى الساعة 20 ناقص 12 يبقى الساعة 8، الساعة 21 ناقص 12 يبقى الساعة 9، يبقى بين الساعة 8 و 9. تمام حلو. توت لا فامي، كل العيلة فا سيلبري، سوف تحتفل ليه، تمام كده، ل 70 بالسبعين اون، 70 عام دو مون جران بير، 70 عام لجدي، يبقى جدي عنده 70 سنة. سيت اوكازيون، في هذه المناسبة اوكازيون توت لا فامي سو بريبار بور لا فيت، تستعد للحفلة. مون بير فا الي على باتيسري، يبقى والدي هيروح عند الحلواني بور اشتري لي جاتو، عشان يشتري جاتو الي شوكولا والشوكولاتة، قطعة سهلة جدا وخدناها كتير. مون مير فا بريباري، سوف تعد لو ديني العشاء أعلت بمساعدة دو ما جران مير، مساعدة جدتي. ils vont préparer، هما سوف يحتفلوا دو بولي، قصدي يعدوا البولي الفراخ، دو لا فيوند جريي لحم مشوية، ليجوم خضار، دو ري رز. مون أونكل جوليان، وعمي جوليان فا ديكوري، سوف يزين يعمل ديكور لا سال افيك دي فلور، بالورد، اي دي بالون، وبالبالونات. مي طونت خالتي او عماتي ماريون بريجيت، تمام كده، يبقى ماريون بريجيت. حلو. فون رونجي، هيرتبوا لا ميزون المنزل، اي متر لا طابل، وهيجهزوا الطابل ايه السفرة. موا جو في انستولي، انا سوف انستولي اشغل لا ميوزيك، انستولي يعني يشغل او يثبت الموسيقى. ايه سوكوبي، واهتم دي سي دي، واهتم بتشغيل السي دي، ابدل السي دي، تشغل اغنية مثلا حمو بيكا، شغل اغنية مش عارف مش فاكر يعني، بس هو ده اللي جه على بالي شغال يعني، بديك مثال يعني
جو في انا مالي النهارده مش عارف. يعني انا تقريبا في حصص الشرح انا ما كنتش بعمل كده خالص، انا هنا بقى فريش عشان انت ما تملش من الحل. مدرس برضه. حلو. جو في اشتي اون راكيت، يبقى انا سوف اشتري راكت دو تنس. امون جرون بي، هشتري راكت تنس لجدي، يبقى هدية سوفي هتشتري راكت مضرب لجدها. إيه براتيك هو يمارس سو سبور، هو يمارس الرياضة 3 شهور لمدة 3 أيام بار سومين أسبوعيا. والله جدا ده عنده 70 سنة، ده راجل برنس كده بصراحة. ده أنا مش بقدر أمشي. ما علينا ما علينا. ما سور أمي أختي مارتين فالوي أبورتي، سوف تحضر له دي لونات دو سولاي. دي لونات دو سولاي. أختي مارتين هتجيب له نضارة شمس. فيانا لافيت، تعالي الحفلة. ايه ابورت تا جيتار، وهات الجيتار بتاعك. يبقى سوفي كانت بتكلم مين؟ كانت بتكلم ميراي. طيب لافيت فا كومونسي، الحفلة هتبدأ امتى؟ هي مش الساعة، لو انت طرحت 20 دي يبقى بالليل 8 و9 بالليل، الحفلة بالليل تبقى لو سوار. وديني في العشاء اون فا مونجي، احنا سوف ناكل. قالت لك لحمة مشوية وفراخ ورز وخضار، تبقى هنا اللي موجودة دون افيون. فا اشتري ديسير، هيشتري الحلويات اهو. قالك هيروح عند محل الحلواني، هيشتري جاتوه، هيشتري الشوكولاتة. ده مين؟ ده كان الأب. بابا مين؟ بابا سوفي يعني، تبقى لو بير دو سوفي. بور ايدي على بريباراسيون، لكي يساعد في بريباريشن يعني تجهيز أو إعداد. ماريون ماريون دي كانت مين لو انت فاكر بقى وانت قارئ كويس؟ ميتون عماتي ماريون وبريجيت، دول اللي كانوا هيساعدوا في ترتيب المنزل وتجهيز السفرة. طيب بريباري دوني، تجهيز العشاء لا. فير لي كورس، يمارسوا التسوق لا. ديكوري لا سال، يزينوا الصال لا، ده عمه اللي عايزاه. رونجي لا ميزون، يرتبوا المنزل. تمام، قطعة سهلة أوي. سوفي ديكري اون فيت، بتوصف الحفلة لمين؟ بتوصف حفلة ايه قصدي؟ دانيفرسير، حفلة عيد ميلاد، حفلة عيد ميلاد جدها. لو جرون بير، الجد. براتيك، يمارس ايه؟ يمارس رياضة ايه؟ يمارس التنس. قالت لك يمارس التنس. فين التنس؟ قالت لك انا هجيب له المضرب تنس عشان هو بيمارسه 3 ايام فين؟ في الاسبوع. تبقى التنس ده رياضة ايه؟ رياضة تقليدية مش بتسبب خطر، تبقى ان سبور كلاسيك. كده الحمد لله بفضل ربنا عدينا على اجزاء المنهج حتة اولى تانية تالتة. سهلة جدا، الموضوع خفيف جدا. بص انا مبسوط والله العظيم انا بديك ورشة الحل دي. استنى ورشة الحل، هتلاقي بعدها على طول ورشة الحل اللي هي الموقف. برضه مش هحاول احل معاك كتير، يعني انا كنت بعمل قرار ان انا احل 200 سؤال مواقف، بس اكتشفت ان الوقت ضيق عشان لو حد فيكم خلص ال3 معسكرات ما يقلقش لو ساب ورش الحل. فاديك نبذه ان انت ممكن تحل ورش الحل. لما تلاقي وقت الفيديو اقل من ساعه تشجعك، تقريبا كده رينج ساعه تقريبا. بالتوفيق ان شاء الله. استنى ورشه الموقف، ممكن احل معاك 50 سؤال موقف بس. ورشه القواعد 50 سؤال موقف بس، الفكره ان يبقوا 50 شاملين حاجات كتير من المنهج. بعد كده ندخل في الامتحانات ان شاء الله. الامتحانات مش هتسيب اي حاجه لو انت مذاكر الكورس كويس ودخلت على الامتحانات. شكرا، باي باي، سلام عليكم.